جوابا على السؤال كيفاش نحميو راسنا من هذا النوع باش النفسيه ديالنا ما تتاثرش وفي نفس الوقت ما نقطعوش العلاقه مع النرجسيين. السلام عليكم، انا كوتش منير. ماشي كل حب خاصو يستمر وماشي كل شخص خاصو يبقى، خصوصا الا كان نرجسي. كاينين الناس كتسمم لينا راسنا، كتعكر لينا المزاج ديالنا وكتسحب لينا طاقتنا بلا ما نحسو. النرجسي هو واحد من هاد الناس. باش تحمي راسك منه وتحافظ على النفسيه ديالك بلا ما تحس بالذنب، خاصك دير 3 ديال الخطوات ذهبيه. اولا الوعي، عارف شكون قدامك. النرجسي ما كيتغيرش، كيتغذى من ضعفك ومن الاحساس بالذنب ديالك. اول خطوه هي تعرف انك مع شخص نرجسي. ثانيا الحدود، حط حدود واضحه بلا خوف بلا شرح زايد. قول ليه لا بلا ما تبرر، وحافظ على المسافه النفسيه ديالك وحتى الجسديه. 3 الانفصال الهادئ، ماشي ضروري دير حرب، ولكن خليك واضح في التعامل وقليل في التواصل. ماشي قطيعه جارحه، ولكن فك ارتباط عاطفي. راك كدافع على الصحه ديالك النفسيه. النرجسي ماشي مشكلتك، نفسيتك هي مسؤوليتك. كونوا واعيين، حطوا الحدود وخليوا التركيز على ذواتكم، حيت السلام النفسي اغلى من اي علاقه سامه. وانت ولا انتي وسبق لكم عشتوا مع شخص نرجسي، كيفاش تصرفتوا؟ اكتبوا لنا في التعاليق التجربه ديالكم الخاصه، يمكن شي واحد يستافد منها.